السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل لكم أكلة في منتهى الروعة. هنعمل لكم النهاردة المندي، فراخ المندي. طيب، يعني ايه؟ هنعملها المندي بالبرتقان، بعصير البرتقان. نبدأ المندي خطواته بسيطة جدا. تجيبي فرخة وتكون انتي مقطعاها ونقعاها طبعا ومنضفاها تنظيفة حلوة، وتبدأي تحطي التوابل اللي عندك، ولازم التوابل تبقى كتيرة. هنحطي نسبة من الكركم، حوالي معلقتين كبار من الكركم، وهنحط عليها زنجبيل بودر، برضو معلقة كبيرة زنجبيل بودر، وهنحط عليها الحبهان المطحون، معلقتين من الحبهان المطحون، وهنحط القرنفل برضو نجيبه مطحون، ونقوم حاطينه برضو معلقتين، كل حاجة معلقتين معلقتين. دي الخلطة الأساسية اللي هنعمل منها كل حاجة. الخلطة دي هنقلبها كده في بعض، وهناخد نصها هنحطه في بولة كبيرة، عشان خاطر دي اللي هتبقى تتبيلة الفراخ الأساسية. نكون طبعا منضفين الفراخ ومقطعينها مشرحينها عشان التتبيلة تقعد فيها. نجيب الخلطة وناخد نصها نحطه في البولة اللي احنا هننقع فيها الفراخ، ونجيب عليها بالظبط مقدار نص كوباية زيت، ونقوم حاطينه عليها، ونحط عليها كوباية او اتنين زبادي. طب الزبادي دي فايدتها ايه؟ الزبادي دي فايدتها انها بتخلي الفرخة جوسي، ما بتبقى طرية معاكي. وطبعا مقدار حلو من التوم. ونجيب بودرة الزعفران تحطي منها كمية قليلة، لان هي اقل حاجة بتغير اللون بتاعها، بتخلي اللون حلو كده برتقاني، لونه جميل. وادي الزيت، ونقلب الكمية دي كده كلها. بعد ما نحط عليها باقي التوابل، ملح فلفل كمون بابريكا اللي عندك بقى تحطيه كله، قرفة، كل دي بهارات. المندي بيحب البهارات الكتيرة جدا. وطبعا الفراخ البيضة ما اقولكوش لازم بتاخد ملح حلو جدا غير اي حاجة تاني. بتقلبي المكونات دي كده كلها مع بعض، وبتجيبي الفراخ وبتقومي حطها طبعا التتبيلة وسط الفتحات اللي انت عاملاها فيها، وتقلبيها فيها حلو جدا جدا، وتسيبيها مقدار من الوقت مش اقل من ساعتين تتبل. ويستحسن ان انت تبقى عاملاها من الليل وتقومي سايباها، بتاخد وتدي مع نفسها حلو. ولو عايزة تعمليها في ساعتها برضو مفيش مشكلة، ماشي، بس حلاوتها ان انت تسيبيها من بالليل فيها. خلاص كده خلصنا الفراخ. طب الرز اللي هيتعمل تحت الفراخ ده، هنكون جايبين رز، مقدار من الرز وليكن 3 مجات رز، ونكون غسلينهم وسايبينهم يتنقعوا جزء من الوقت، وتصفيهم، ونجيب عليهم الجزر وباقي البهارات اللي احنا عاملينها، ونقوم حاطينها مع الجزر. ليمون لومي ده اختياري، اللومي ده اختياري، عايزه تحطيه او لا براحتك. عيدان القرنفل، كل دي احنا منكهات بنحطها للرز. قرنفل، قرفه، حبهان، ورق لوري، لومي، مع الاساسي عندنا الخلطه اللي حاطين منها للفراخ. كل دي منكهات حواليها. طبعا هنحط بودرة زعفران، وهنحط ملح معاها، وهنحط سنة من السكر، ودي اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها حاجة برضو ترجع لك، مفيش مشكلة. نقلب كويس جدا، ونكون نصب عليها مية، بس المية هنا تبقى مية ساقعة مش مية سخنة. ايه ده يا هيام؟ انت عودتنا على طول ان الرز عندك بتحط عليه ميه سخنه عشان يستوي بسرعه. لا، ما هو انا هنا مش عايزه اسويه بسرعه، انا عايزه اسويه على نار هاديه عشان الفراخ تستوي معاه. فلازم احط الميه ساقعه، وبعد كده هو يسخن تدريجي ويشربها عشان يطول معايا في مده السوا. وطبعا هطعمه بالتطعيمه بتاعتنا اللي هي الزبده. وبعد كده اغطيه بورقتين من الفويل على مرحلتين. الورقة الأولى لازم الصينية اللي أحط بيها اللي يبقى لها حرف أتني فيه الورق الفويل حلو قوي، أربطها كده بيه، وأكون مش شادة ورق الفويل، أكون رخيح، وأجيب الفرخة اللي أنا متبلاها، وطبعا أخرمه. طب إيه فايدة التخريم كده بسيط كده بالسكينة؟ فايدته إن صوص الفراخ والدهون بتاعت الفراخ تنزل على الرز، تديه طعم، يا سلام، يبقى طعمه ايه جميل. بعد كده حطينا الفراخ، وقمنا
لفينها بورق الفويل اللفة التانية. وطبعا هنا في قطعة من الفيديو، جزء من الفيديو ناقص. حطيناه في الفرن على نار وسط لمدة ما بين ساعة ونص لساعتين، وطلعناه حطيناه على الشواية، خد وش، قدمناه، حطينا الرز وبعد كده الفراخ، عصرنا عصير البرتقان عليه. وبصوا انا هنا بوريكم مستويه ازاي ودايبه ازاي، بصراحه لا 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 لا, لا جميله، هتفوتكم لو ما جربتوهاش. اي نعم سعر الفراخ غالي، بس مع المندي انت مش هتروحي لاي مطعم، مش هتروحي في اي حته، اكلك كله طازه ونضيف وفريش ومن البيت، هتعمليه تلمي عليها العيله جميله. والرز طالع حكايه 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 حكايه، شارب من التتبيله وشارب من طعم الفراخ بصراحة، ومستوي بقى على الهادي على درجة حرارة قليلة، واخدة وقت كبير. لا جميلة، يا ريت تستمتعوا بيها وتعملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.